سياسة اليد الممدودة التي تحرص المملكة المغربية على نهجها تجاه جارتها الشرقية الجزائر لم تجد نفعا في ظل غياب الحكمة في التعامل من جنرالات الجزائر واستمرار الاستفزازات التي وصلت حاليا إلى تهديد حياة المواطنين. بعد زمن قصير من تعزية المغرب على وفاة جزائريين جراء الحرائق المندلعة في يوليوز المنصرم، عمدت البحرية الجزائرية إلى إطلاق النار تجاه سائحين يحملون الجنسية المغربية. هاته الردود الغريبة التي ينهجها النظام الجزائري. كان المغرب دائما يقابلها بمنطق الانفتاح والحكمة، آخرها خطاب العاهل المغربي محمد السادس الذي أكد أن الرباط لن تكون أبدا مصدر تهديد أمني للجيران. ومباشرة بعد تواتر أخبار مقتل السائحين المغربيين على يد نظام الجزائر، دعا العديد من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاج الجزائر دولة إرهابية إلى قطع العلاقات مع الجارة الشرقية، والتي هي حاليا مقطوعة بالفعل من طرف واحد لأسباب لا تزال غير واضحة. في المقابل تساءل مراقبون إلى متى سيستمر قرار المغرب مد يده للحوار والانفتاح إلى نظام الجزائر، وهل جاء الوقت لاستبدالها بسياسة جديدة تناسب نسبة ذكاء حكام قصر المرادية؟ حيث قال وليد كبير ناشط جزائري معارض أن سياسة اليد الممدودة ستستمر من قبل المغرب على الرغم من الممارسات العدائية للجزائر. وقال أيضا وليد كبير لجريدة هسبريس أن المغرب حاليا يخاطب الشعب الجزائري وليس النظام العسكري الحاكم، بحيث يراهن على المستقبل وعلى الجيل الجديد. وأضاف هاته السياسة يمكن أن تنتهي إذا فرض الأمر على المملكة المغربية، غير أن الرباط تحرص على إبقائها بحكم تجاهلها لمحاولات نظام تبون جر المنطقة إلى الحرب. وخلص المتحدث نفسه إلى أن الحكمة المغربية يجب أن تستمر في تعاملها مع النظام الجزائري سواء في الأوقات الهادئة أو المتوترة، حتى نحمل بصيصا من الأمل في تجاوز هذا الوضع.